روزاليا لومباردو، اللي عرفت بعد كده بأسماء كتير زي الجميلة النائمة وأجمل مومياء في العالم وأفضل مومياء محفوظة في التاريخ. كانت طفلة إيطالية صغيرة من جزيرة صقلية، ولدت سنة 1918 في مدينة باليرمو، وكان عمرها لما توفت سنتين بس بسبب التهاب رئوي حاد. ومع إنها كانت طفلة صغيرة، لكن قصتها بقت أكبر من مجرد موت، وبقت أسطورة بيحكي عنها الناس لحد النهاردة. بعد وفاتها، والدها اللي كان محطم قلبه قرر إنه يحافظ على جثمانها. علشان كده استعان بأفضل محنط في صقلية، الطبيب ألفريدو سلافيا، اللي استطاع من خلال تقنية خاصة جداً إنه يحافظ على جسدها بطريقة غير عادية. وده خلى مومياء روزاليا واحدة من أفضل المومياوات المحفوظة في العالم، مع تفاصيل دقيقة لدرجة إنك ممكن تحس وكأنها نايمة مش ميتة. بعد ما تم تحنيطها، تم وضع جثمانها داخل تابوت زجاجي في سراديب الموتى في دير كابوتشين بمدينة باليرمو. وكل سنة آلاف الناس بيجوا من كل مكان علشان يشوفوا روزاليا، عشان يشوفوا البنت الصغيرة اللي اتحولت لأسطورة، وبيحاولوا يفهموا إزاي الجمال ده ممكن يستمر حتى بعد الموت، وتظل التفاصيل فيها زي ما هي. حتى شعرها الأشقر اللي كان بيغطي وجهها وكان لسه مربوط عليه قوس حرير، والجسم اللي بيظهر وكأنه لسه ناعس. كل ده بيخلي الناس يتساءلوا إزاي وليه؟ لدرجة إن في ناس كانوا بيقولوا إن عينيها كانت بتتحرك من وقت للتاني، لكن العلماء قالوا إن ده كان بسبب تأثير الضوء على الزجاج. لكن ده زاد من غموض المومياء وصار جزء من الأسطورة اللي بتحيط بيها. ورغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاتها، لا تزال روزاليا لومباردو الجميلة النائمة تحتفظ بجمالها الغامض وتفاصيلها المحفوظة بشكل شبه كامل في تابوتها الزجاجي. ورغم مرور الزمن وتغير العالم من حولها، تظل هي ثابتة في مكانها. نومها الهادئ بيجسد فكرة الخلود بشكل غير تقليدي، لأنها مش مجرد مومياء محفوظة، لكن رمز للحب الأبوي اللي تحدى الموت ورفض الخضوع للزمن. وكأنها مش بس جسد ميت، لكن روح حية في ذاكرة كل اللي بيزوروا قبرها. وده بيخلي الناس من كل أنحاء العالم يجوا يشوفوها، وكأنهم بيبحثوا عن حاجة أعمق من مجرد مشاهدة مومياء، بل بيبحثوا عن إجابة لسؤال كبير: هل فعلا يمكن للحب أن يتحدى الموت ويظل حياً؟